تاكل وعندك اوراق مبعثره هنا وهناك. شوف قلت لك ما في فلسفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. يا اخوي مهموم، روح حق فلان قبل فلان، عليك بالاستغفار. يعني كم استغفر واشوف النتيجه. شوف لما تتعامل مع الله تعامل بأدب، تعامل بأدب. أمرك بأمر نفذ. اليوم لو أنت عسكري ويجي ضابط يعطيك أمر ما تسأل ليش، قل طول العمر أنا عندي إجازة، قال روح بيجيك الرد. متى بيجيني؟ السؤال هنا غلط، لا مسؤولك ما تقول له. فما بالك بالله عز وجل، فما بالك بالله عز وجل. من لزم الاستغفار يعني أخذ المسبحة، أقول لك ابتعد عن المسبحة، الهج بالاستغفار. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وانت رايح وانت لا تنشغل بالعد الساعة، اما عداد الجوال ولا عداد المسبحة كم وصلت. انت منشغل بالاستغفار ولا بالعد الآن؟ لا تنشغل بالعد. عندك هموم الزم الاستغفار. في حسبة لأمور معينة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من صلى علي صلاة واحدة، من صلى علي 10، من صلى علي 100. صحيح، لكن أنا هنا عندي أمر ما له علاقة بعد. إلزم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار، ما قال 100 ولا 200 ولا 3. إلزم الاستغفار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وانت رايح وانت جاي، وإذا بهذه الذنوب تتهشم ومعدنك الصافي يلمع، وتكثر من الاستغفار والذكر وتنشغل به، فيصبح لك ماضي جميل، يصبح لك ماضي جميل. شوف سيدنا يونس عليه السلام فنادى في الظلمات لما أصيب بالغم والهم، في ظلمات. الآن لو جبنا كل القوى الأرضية وقلنا لهم يا جماعة في رجل ابتلعه حوت وذهب في البحار هذه، شغلوا غواصاتكم وطائراتكم جيبوا هذا الإنسان. عقلا ممكن هذا الشيء؟ غير ممكن. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر ظلمة أعماق البحر، فنادى في الظلمات. لا يعلم مدى هذه الظلمات إلا خالقها سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن الحديث يتكلم عن دعاء ذي النون. زين، ما في دعاء هنا، لا يوجد دعاء اللهم أنقذني من بطن الحوت، لا يوجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص طبق. هذا مو كلام الحرمي، هذا كلام سيد الحرمي صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، خلاص. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت تناجي تقول يا رب أنا مؤمن بك وبكتابك وبرسولك، مؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد أصابني الغم والهم، اللهم كما فرجت عن نبيك يونس فرج اللهم عني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا قلت لك الماضي. الآية بعد شوي ماذا تقول؟ فلولا أنه كان من المسبحين. ماضيك يا رجل إيش هو؟ لما جيت ترفع يدك إلى الله عز وجل إيش